الكورية اللي قدامنا دي بتغيظنا وبتقول بصوا بشرتي حلوة ازاي وفيها لمعة صحية ما فيهاش تصبغات خالص، لا وكمان ده فيها نضارة، وكل ده بمكونين بس. وطلعت محترمة وقالت السر اللي خلى بشرتها عاملة كده هو ايه. اول حاجة جابت دقيق الرز، وانا اتكلمت في فيديوهات كتيرة جدا عن دقيق الرز قد ايه هو بيفتح البشرة وبيعالج اكسدة البشرة وبيعمل نضارة وبيعالج التصبغات. تاني حاجة جابت معلقة من الزبادي اليوناني، معرفش ليه بيستخدموا الزبادي اليوناني دايما في ماسكاتهم، تقريبا كده علشان ما يعرفوش ان هو موجود عندنا في مصر العلبه ب 35 جنيه، يعني ممكن تبدليه بالزبادي العادي. وبعد كده جابت فص من الاستفندي وعصرته كويس جدا جدا، وهنا استخدمت الاستفندي لان هو مصدر طبيعي لفيتامين سي. اي حد هنا بيجي لي المركز بيقول لي نفسي بشرتي تكون نضره، بقول له حط في الروتين بتاعك فيتامين سي كل يوم بالليل قبل ما تنام علشان يعمل نضاره ويفتح، وكمان لو عندك تصبغات هيفتحها. وعملت ميكس جامد من المكونات دي كلها لحد ما بقى كريمي. وبعد كده طبعا لازم نغسل بشرتنا كويس جدا ونحط الماسك على بشرتنا لمده نص ساعه، ونعمل الماسك ده 3 مرات في الاسبوع. اهم حاجه بعد الماسك لازم تحطي المرطب المناسب لبشرتك ويكون مرطب طبي. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، جربوا الماسك واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. مع السلامه.